أقوله لكم هو عملية جني حبوب ومنتج القمح الذي يسمى في منطقة عسير بالبر، وهو من أشهر المحاصيل الزراعية التي تنتج. بالطبع البر يستقر في المزارع، وهو نوعان: القياض منذ زراعته يمكث في المزارع ما يقارب 3 أشهر قبل صريمه، ونوع آخر يسمى الصيب يمكث في المزارع ما يقارب 6 أشهر ثم يتم حصاده وتجميعه بهذه الطريقة. فيما سبق كانت الطريقة أنه عند حصد المزارع توضع في الجرن، ما تسمى الجرن، وكانت تستخدم الأبقار في إخراج محاصيل البر. ومع تطور الحياة المدنية استعيض عنها بما يسمى الحصادات، وهي آلة مريحة تتم فرز الحبوب عن بقية المحصول. يتم رمي المحصول في هذا الموقع في الحصادة، في هذا الموقع، وتخرج الحبوب من هذا الموقع كما تشاهدون. هذا هو محصول القمح، نسأل الله أن الله يبارك لأهلها. هذا أكرمكم الله هو التبن، ويتم جمعه في الأخير وتقديمه للأغنام والأبقار وبهيمة الأنعام.